لو لسه بقى متأخرة زي حالاتي وما عملتيش الغريبة بتاعة العيد، يلا بقى تعالي اعمليها بالطريقة القمر دي، وهقول لك هتعمليها ازاي بمكونات سهلة قوي قوي. هما 3 مكونات بس، ان شاء الله يا رب يكونوا موجودين في كل بيت. هتطلع معاكي دايبة وناعمة دوبان. شايفة الدوبان والجمال. جربيها بقى وان شاء الله تعجبك. يلا بقى نبدأ نعملها مع بعض. هقول لك بقى مكوناتها كلها سهلة قوي قوي. دولت دي كوبايتين سمنة. هحط كوبايتين سمنة. يفضل بقى ان هم يكونوا يكونوا بدرجة حرارة التلاجة، يعني يكونوا طالعين من التلاجة على طول. تمام. يكونوا ساقعين كده في التلاجة. هنزل عليهم الكوبايتين سمنة، هنزل عليهم بكوباية سكر تكون مطحونة كويس جدا جدا ومنخولة كويس قوي قوي. بس هبدأ بقى كده اقلب كويس جدا جدا. طبعا السمنة يفضل ان هي تكون سمنة طعمها حلو، عشان هي دي اللي بتديك الطعم والتست بتاعها الحلو قوي قوي. هابدأ بقى أضرب فيها كده لحد ما توصل معايا بالشكل ده وتبقى كريمي كده. عايزة تضربها بالمضرب تمام، عايزة تعملي بإيديكِ برضه تمام جدًا جدًا. بس بقى هاحط بقى ذرة فانيليا، شوية فانيليا صغيرين أنا باحب أحطهم أوي، بتغيّر طعمها وبتخلّي طعمها حلو أوي أوي. هابدأ بقى أحط الدقيق، 4 كوبايات دقيق ومعلقة نشا. يبقى هنحط 4 كوبايات دقيق ومعلقة نشا. معلقة النشا بتخلّيها حلوة جدًا جدًا وبتفتح لونها، وبتخلّيها كمان دايبة معاكِ أوي أوي. بس هاقلِّب بقى. طبعًا أنا عاملة كذا مقدار، يعني أنا مش عاملة 4 كوبايات دقيق بس، فأنتم ما لكوش دعوة باللي أنا باعمله، بس أنا باقول لكم لو أنتم عايزين تعملوا بقى وتزوّدوا، زوّدوا براحتكم. عايزة تزوّدي كوبايتين دقيق يبقى هتزوّدي بقى. شوفي بقى هتزوّدي كمان. هتزوّدي كوبايتين دقيق يبقى هتزوّدي كوباية سمنة. تمام. وهتزوّدي ونُص كوباية سكر. هتزوّدي 4 كوبايات دقيق، زوّدي بقى واعملي المقدار كده بالتضاعف. بس هنبدأ بقى كده نكوّرها كِوَر زي ما أنتِ شايفة كده. طبعًا لو إيديكِ بقى ما بتعرفش تضبّط الكِوَر عشان تبقى كلّها شبه بعضها كده وتبقى حلوة معاكِ، هاتي معلقة صغيّرة وقطّعي بيها كده كِوَر حتت صغيّرة كده. وابدئي بقى كوّريها كل حتة قد التانية وكوّريها بقى بالشكل ده. وزيّنيها بقى بأي حاجة أنتِ بتحبيها، أو حطّيها سادة زي ما بتحبي تعمليها اعمليها. بس هندخّلها الفرن بقى وهنطلّعها بالشكل القمر ده، دايبة دوب حاجة كده ما شاء الله. طبعًا إحنا ما بنولّعش الشواية خالص، بنحطها من تحت بس. ولونها لازم يبقى فاتح كده من تحت، لون واخد لون اللون الأشجر ده، حاجة فاتحة أوي أوي كده. بس شايفة الجمال ودايبة كده وجميلة جدًا جدًا. جرّبوها واوعوا تنسوا بقى تسألوا على الغريبة برّه الكيلو بكام. هترجعوا تعملوها على طول، هتعملوا زي حالاتي كده وترجعوا تعملوها على طول في البيت. جربوها وما تنسوش بقى لو عجبتكم يا ريت تعملوا لايك وتشتركوا في القناة. ما تنسوش تعملوا لايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.